بصوا حبايبي بقى، خلصنا صينيه البطاطس الجميله. تحفه تحفه. الوانها جميله. وبصوا فكره ان احنا بنحطش طماطم كتير بتدينا نفس التست بتاع الطماطم، وطعمها جميل جدا. وجربوها مع الكركم. في منتهى الجمال. وقدمتها مع رز باللسان العصفور. ممكن تعملوا رز بالشعريه، رز ابيض، بس هو ده طبق النهارده. بحب برضه اوريه لكم. ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده انا بعملها. وتفضلوا معايا. اشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. باي باي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. النهارده بقى معايا دبابيس فراخ. كل واحد يجي يعمل احنا عايزين طبعا نقتصد في البروتين شويه. كل واحد يعمل على قده. معايا كيلو بطاطس. هنعمل صينيه بطاطس النهارده يا جماعه. ومعايا بصلتين كبار، وقرنين فلفل، وثلاث طماطمات، ومعلقه ونص معلقه توم. ماشي. دي معلقه كركم، ورقه اللوري، ومعلقه كبيره من الملح، وربع معلقه قرفه. انا بحب احطها مع الفراخ بتبقى جميله جدا. ومعلقه ونص معلقه سبع بهارات، ونص معلقه فلفل اسود. ودي طبعا انتوا عارفين اللي احنا بنجيبها وننقعها زي ما انا بشرحه، وزي ما انا من اللي متابعني هيعرف طريقتي. اللي انا دايما بجيب الفراخ بننقعها في الاول، عشان اللي لسه جاي اول مره يخش يتفرج على قناه فيعرف المقادير، واحنا بنعرف نعمل ايه في تنظيف الفراخ. احنا بنجيب الفراخ يا جماعه بننقعها في محلول ملح وليمون وخل وشويه قرفه او شويه جنزبيل. صدقوني صدقوني، يعني مفيش، هتلاقوا ريحه الزفاره خالص. القرفه قد ايه جميله جدا في تنظيف الطيور او الجنزبيل. ماشي يا حبايبي. ومعانا دلوقتي والبطاطس دي برضو انا مقطعاها، وحاطه عليها برضو معلقه خل ومعلقه ملح، علشان برضو تمسك نفسها وتبقاش اول ما تخش كده في السوا ما يعني ما تطرش مننا قوي. ماشي. وهي دي مقاديرنا النهارده. ويلا بينا نخش على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. نزلت بالبصل، ونزلنا بالطماطم والفلفل، كله بياخد تشويحه مع بعض يا حبايبي. وهنزل برضو بالبطاطس كده، وبرضو هنخليها تاخد تشويحه كده تنشف شويه كده في الصوص الجميل ده. انا الطماطم يا جماعه، اللي عايز يزود الصلصه بقى، انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا متفقه معاكم ان انا ما بحبش احط صلصه في اي اكل. فانا بعمل اي اكل بالطماطم الطبيعيه. ماشي. اللي عايز يزود بقى صلصه، معلقه صلصه اوكي، بس انا بحب اعملها بالكركم ده. الكركم بيبقى جميل قوي وبيدي لون احمر كده مع الطماطم. احمر مع اصفر كده، بيبقى باللون يعني مش احمر قوي، يعني لونه بيبقى جميل. هتشوفوها في الاخر. ماشي. وهننزل بقى عليها بشويه ميه بقى، ونغطي عليها وندخلها الفرن. وهي دي صينيه البطاطس الجميله السهله. وخليكم معايا. بصوا اللون جميل ازاي، اصفر مع احمر، يعني اللون الجميل قوي. وهو ده انا بحبه قوي كده. بصي بتجيب كام 3 4 طماطمات بس. انا ما حطيتش طماطم تاني، ولا حطيت صلصه، ولا حطيت اي حاجه. وهنسيبها بقى تغلي شويه كده على النار فوق، وهدخلها الفرن. وخليكم معايا مع احلى بطاطس، صينيه بطاطس. وهنقدمها بقى مع رز ابيض. تبقى جميله قوي، وجبه جميله ولذيذه. زي برضو نفس الفكرة، بس احنا طبعا هننزل الفراخ الاول عشان الفراخ معانا متبلة كويس. فانا دلوقتي هنزلها برضو الاول تاخد صدمة كده يا جماعة، علشان نقفل المسامات وبتدي طعم حلو قوي. ماشي يا حبايبي. اول بس ما تاخد صدمة كده وتقفل المسامات معانا، هنحط البصل بقى. كل وجبه هي التحضير وكل تطبيق الاكل على بعضه هو سهل يعني. بس انا عشان انا متبله الفراخ فهنزل بيها الاول. وهننزل عليها البصل، وهننزل عليها الطماطم، وهننزل عليها البطاطس، فكله بقى. وبس بقى هنا الدبابيس دي يا جماعه لو عايزه سوا هنسويها الاول. يعني ازاي؟ هحط لها شويه ميه، نص كوبايه ميه، علشان انا مش هعتمد عليها ان هي تستوي مع البطاطس. البطاطس ما بتاخدش وقت. فدي ده برضو الحاجه الوحيده اللي التكه المفروض اللي انا بقول لكم عليها، عشان برضو اي بنوته صغيره داخله تتعلم تاخد بالها من التكات دي. يعني احنا مش هنحط البصل مع البطاطس مع كله، لا، انا هسوي شويه برضو عشان دي مش مسلوقه. لو كانت مسلوقه انا كنت دخلتها مع بعض، بس هي مش مسلوقه. هسيبها تستوي وتقفل المسامات. وهننزل عليها بالبصل
دي ثانية. حطيت طبعا الوراك اتشوحت وحطيت لها كوباية مية عشان تستوي يا جماعة. وهننزل بقى برضو بالبصل الأول كده، برضو هنديله صدمة يطلع بس الريحة هو والثوم، فص الثوم كده مع بعض. وهننزل بقى بالبطاطس، وهننزل تدريجيا كل حاجة بالطماطم والبطاطس والفلفل السبايسي، نديهم بس يخليهم بس دولت يصفروا بس الريحة تطلع. أنا حطيت برضو التوابل معاهم وكل حاجة معاهم. ماشي حبايبي، هي دي طريقة بقى سهلة وجميلة وني في ني برضو، بس أنا بحب بس البصل ريحته تطلع بس مش أكتر. والحاجة جميلة في بيتنا، كل حاجة نعملها لأولادنا زي ما اتفقنا، وكل البنات الحلوين والولاد الجمال يخشوا يتعلموا، لو هو مسافر أو هو موجود مش مامته مش موجودة أو هو لوحده. في ناس الشباب كتير عايشة لوحدها بره، يخشوا يطبخوا زي ما اتفقنا. كل الأكل جميل وكله تطبيقه سهل، كل وجبة هي نفس التطبيقة، بس هو التركيز وخطوات ورا بعض، هي يعني كله بنطبقه على بعض. وخليكم معايا.